أندريه معلولي يرد على سوء التنظيم ويكشف تفاصيل مكالمته مع هاني شاكر. صوتي ما طلع، أنا ماني زلمة قاعد مكتبي، أنا قاعد بين العالم. عدد كبير من محبي الفنان هاني شاكر توافدوا يوم 8 أيلول لدار الأوبرا حتى يشتروا بطاقات الحفل، وتصدرت على السوشيال ميديا فيديوهات بتظهر ازدحام وتدافع بعناوين فيها اتهامات بسوء التنظيم. لهيك تواصلنا مع مدير دار الأوبرا أندريه معلولي لنستفسر منه عن هذا الموضوع وعن الإقبال يلي شهده الدار. فعلا كان غير متوقع ونظمنا الموضوع بشكل جيد. من امبارح اجتمعت أنا مع كل المعنيين بهذا الموضوع بحيث انه يوقفوا على الباب وندخل قسم 10 ونسجل اسماء العالم عشان يكون في عندنا مصداقيه اكثر. بس في عالم للاسف بمرحله معينه صار في تدافع يعني من احد اشخاص، وصارت هيدا يعني عدم السيطره على جزء بسيط جدا، بس مو مثل ما يروج للموضوع. بعدين دخلناهم لجوا على الدار على البهج كرمال الشوب لحتى ما يكونوا تحت الشمس. انا فعلا انزعجت على كل الناس اللي واقفه ب6 الصبح، بس انهم هي طاقتي استيعابيه، يعني صوتي ما طلع، انا ماني زلمه قاعد مكتبي، انا قاعد بين العالم. يعني نحن عملنا كل شيء بنقدر عليه ضمن الامكانيات. وقبل ما تخلص تذاكر الحفل كان من المفاجئ إعلان دار الأوبرا عن حفل تاني، لهيك سألنا معلولي كيف تم التنسيق بهالسرعة؟ لأنه نحن حكينا مع الأستاذ هاني فوراً وحكينا مع الجالية السورية فوراً إنه في ضغط كثير ولازم ينعمل حفل تاني. قلت له رجاء حار إنه يصير في حفل تاني، والسيد نقيب الفنانين حكى كمان نفس الوضع بنفس التوقيت. حكينا أنا وقلت له لازم ينعمل لأنه العالم حرام اللي وقفت لازم ياخذوا. وبالفعل فورا تجاوبوا معنا ولما تجاوبوا معنا نزلنا لحتى ما يروحوا العالم على البيت ويرجعوا يجوا لحتى للحفل الثاني ويقولوا كنا موجودين وما طلعنا. اللي موجوده حنكمل بها نحن. هلا لو انه راحت العالم على البيت ورجعنا حطينا حفله ثانيه ورجعت اجت العالم وسوينا نفس العشقه، يعني هذا كان صح هيك يعني؟